وانتظروا ان شاء الله الجيف اواي اللي جاي علشان هظبط كام حاجه كده هنزلها على القناه والجميع يا رب. ثواني عشان هتفصل الكاميرا هتفصل. السلام عليكم، ازيكم شباب؟ الاخبار ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن حال. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن موقع برتغالي من خلاله هتقدر ان انت تعلي الاكونت بتاعك من حيث تفاعل، من حيث متابعين، من حيث كومنتات، وكل ده بصوره مجانيه بنسبه 100%. شكرا جدا على الدعم الجميل اللي بتقدموه في القناه، وكمان احنا وصلنا 20000، اظن عدينا كمان ال 20000 في الفيديو ده، فشكرا جدا على الدعم. وانتظروا الجيف اواي ان شاء الله اللي جاي هيعجبكم جدا. المهم ركز معايا وصلي على النبي كده علشان تقدر ان انت تظبط الطريقه، وركز بالراحه وما تطلعش من الفيديو غير لما تشوفه من اول دقيقه لاخر دقيقه. هتلاقي رابط الموقع اللي انا بتكلم عنه ده في اول كومنت مثبت. وكمان لو كنت عايز تشتري متابعين باسعار بسيطه جدا وباعداد اعلى، كلم خدمه العملاء على الواتساب، برضه هسيب لك الرابط في اول كومنت مثبت. تبدا ان انت تسال على الاسعار وهترد عليك، والاسعار حرفيا في متناول الجميع. ما تنساش ان انت تسال عن عرض التوفير، عرض الكينج، عرض الملوك، عرض اصحاب الارض، حرفيا من افضل العروض في الوطن العربي وارخصهم طبعا. يلا بينا نبدا فيديو النهارده، يلا بينا. طيب اول حاجه هتخش على الموقع اللي انا هسيبه لك في اول تعليق مثبت، تمام؟ هتدوس عليه كده هيجي لك الشكل ده. والموقع بصراحه كويس جدا، يعني انا استخدمته، هو موقع برتغالي، تمام. اول حاجه هتنزل تحت بيقول لك هنا تقدر تزود متابعين ولايكات وتعليقات، وهنا مشاهدات، تمام، من خلال الخدمات اللي موجوده دي. شوف انت بقى عايز تزود ايه. انا عن نفسي مثلا هبدا بالفولورز، هضغط عليها هيوجهني بعد كده على الواجهه دي. بيقول لك انه مش هياخد منك فلوس، يعني $0 مقابل 10 متابعين، من 10 ل 15 متابع بيجي لك على الاكونت بتاعك بدون حساب وهمي، يعني حتى مش هتسجل بحساب وهمي. من خلال العلامه دي هتبدا تحط هنا اسم المستخدم المراد الزياده اليه، وهنا تحط ايميل. ممكن ان احنا نجيب ايميل من مهمل، او ان احنا نحطه اي ايميل من خلال مثلا @gmail.com، وتحط سابقها اي حاجه عشان برضو الايميل يكون معقول. من خلال الاختيار ده هنسيبه زي ما هو، وخلينا بس نكتب اليوزر بتاعنا. المفروض اليوزر بتاعنا بيدو_حسن 0. هنمسح كده ونكتب 0. والايميل هنبدا ان احنا نكتب ايميل، نجرب مثلا بالجيميل ده. وبعد كده هتضغط على العلامه اللي تحت دي، تمام. ممكن تترجمه اللغه العربيه لو حابب. بتضغط على اللي هي وضع اللمسات الاخيره، او اللي هو ايه الفاينالي، اللي هو النهايه، يعني ان انت بتبدا انت تقدم الطلب، تمام. هو كده انت قدمت الطلب وكل حاجه، ولكن بيعرض بقى عليك شويه عروض بفلوس وكده، بس بلاش. يعني العروض دي غاليه قوي. لو جيت عندي على خدمه العملاء هقول لك في اخر الفيديو ازاي تيجي في خدمه العملاء، والاسعار كويسه جدا عندي، تمام. طيب المتابعين بالنسبه للفيديو ده هيوصل امتى؟ هيوصل في خلال عدد الثواني ده لو جينا ترجمنا. بيقول لك هنا ايه بقى؟ بيقول لك العملاء يشترون الان، او العملاء بيجوا لك بيعملوا لك متابعه في خلال كام؟ في خلال 145 ثانيه زي ما انت شايف قدامك كده، تمام. بس بيقول لك بقى ال 1000 متابع مش عارف ب 16 ريال برازيلي. شوف بقى انت ريال برازيلي عامل كام، ولو حابب تبدا ان انت تشحن فيه مفيش مشكله. بس بلاش، يعني انا شايف ان انت تشتري متابعين من شخص عربي، يعني تمام. او انت ممكن برضو زي ما قلت لك هوريك في نص الفيديو او في نهاية الفيديو انك ازاي تشتري من خلالي انا متابعين وتعرف العروض. في عروض كويسة جدا زي عرض التوفير ده، بجد جامد قوي. تقريبا عامل 40 جنيه زيادة عن 1000 متابع، 1500 متابع وشوية لايكات برضو، ما يقلش عن ال 1000 متابع، ما يقلش عن 1000 لايك قصدي. عندك عرض الملوك، عرض الكينج، في عروض جامدة جدا. و الاسعار لا بجد بسيطه خالص، يعني ما تتخطاش ال 300 جنيه اساسا، تمام. و10000 متابع مش بيعدي ال 200 جنيه، مش بيعدي ال 180 جنيه اساسا برضه عشان تبقى فاهم. فخش واسال وهظبط معاك الاسعار. دي حاجه. الحاجه التانية هننتظر الكام ثانيه دول يخلصوا، وهبدا ان انا افتح الفيديو مره تانية علشان الفولورز يوصلوا. عشان لو جينا كده وضغطنا على عدد الفولورز في انستجرام، وجينا كده على هنا، بنسبه كبيره مش هتلاقي الفولورز، او هتلاقيهم بالشكل ده كده، تمام. بس الافضل ان انت تستمر في العدد اللي هو موجود في الموقع ده لحد ما ينتهي عشان يجيلك العدد كامل. ولكن هو جالك شويه اهو، والشويه التانيين برضه هيجولك لحد الصفحه كده يجيلك ناس. دي مجرد تجربه مجانيه لموقع مدفوع، اللي هو موقع بفلوس، عشان لو عجبك الموضوع تبدا ان انت ايه تشتري منهم. بس احنا مش هنشتري، احنا بس ايه بنجرب الخدمه بتاعتهم. خلينا الثواني دي تخلص ونبدا ان احنا نجرب اللايكات، وكمان نجرب المشاهدات. انا عن نفسي هبدا ان انا بقى ايه اخش كده وارجع الصفحه الرئيسيه، وازود ايه عدد لايكات، تمام. هرجع كده احط اسم المستخدم، او احط لينك الصوره، يعني هنا لينك الصوره، تمام. هنروح على الانستا، وليكن مثلا الصوره دي لسه منزلها، هنسخ الصوره رابط، والصق الرابط هنا كده لصق، واحط الايميل اللي انا كنت حاطه او اي ايميل تاني، وابدا ان انا انزل وادوس على فاينالي دي. المهم ان هي مكتوبه بلغه برتغاليه، فانا بقول لك اللي انا فاهمه، تمام.
هنا بالنسبة للوقت ده برضو بتستنى يعني حتى على الأقل 45 ثانية بالكتير قوي، يعني هو يبعت لك عدد لايكس. تمام. بتروح على الانستجرام، عندك هنا 41 لايك، تيجي كده حدث الصفحة. المفروض ان هو بيجيب لك عدد لايكات زي ما انت شايف كده. تم حاز منشورك باعجاب مش عارف ايه كام واحد. بقى 47. حدث الصفحة تاني بقى 49. حدث تاني 49 اهو. وفي تزايد بقى يعني زي ما انت شايف كده 140 لايك، 140 ثانية في عدد اللايكات اللي هيجيلك هنا كده. حدث 49. تمام. لحد ما الوقت ده يخلص بقى زي ما قلت لك. هنجرب اخر حاجة عشان برضو ايه نكونوا جربنا الموقع كاملا. عندك هنا الكومنتات مش مقبولة قوي، او بعض الناس مش بتفضلها، ممكن برضو تخش كده تدوس عليها. انا هحاول ان انا اشرح لك كل حاجة. وبتبدأ ان انت بعد ما الوقت ده ينتهي بتبدأ ان انت ايه تعمل الموضوع ده. تمام. زي ما انت شايف كده. ارجع خطوة لورا. ماشي. الموقع ده استخدامه خلال 24 ساعة، كل 24 ساعة تقدر تستخدمه بطريقة مجانية. تمام. هو هنا المفروض انه جدد لك الوقت. تمام. كل 24 ساعة انت بتستخدم خدمتين من خلال مثلا متابعين او لايكات، او تعليقات ومشاهدات. يعني بتستخدم خدمتين من خلال الاربع خدمات. احنا استخدمنا المتابعين واستخدمنا اللايكات، والمفروض ان احنا بكرة نستخدم ده وده. تمام. ده زيادة تفاعل وليس زيادة متابعين بنسبة كبيرة. الموضوع بيكون بسيط بحيث ان انت تزود التفاعل بتاعك على الاكونت، وغير اعتمادي. الموضوع غير اعتمادي بالمره. تمام. دي حاجه. الحاجه التانية بقى بالنسبه للاعداد الكبيره، انت مثلا عايز تشتري اعداد كبيره شويه ابتداء من 3000 متابع 4000. الاسعار برضو في منتهى البساطه. تبدا ان انت تضغط كده على الفيديو في اول كومنت زي ما انت شايف كده في التعليقات. هتدوس على التعليقات هتلاقيني ايه: لشراء عدد متابعين كلم إدارة الأعمال وخدمة العملاء موجودة لخدمتك واسأل عن الأسعار. هو الرقم ده هتدوس عليه وتسأل عن الأسعار المتوفرة. تمام. الأسعار بقى من خلال التيك توك، واي، يوتيوب، فيسبوك، تفعيل القناة بتاعتك، زيادة المتابعين، الانستجرام، اللايكات بتاعت التيك توك، اللايكات بتاعت الانستجرام، المشاهدات، كل حاجة بسيطة خالص. وعندك 4 عروض زي ما قلت لك اللي هو التوفير والكينج وصحاب الأرض والملوك. دول 4 عروض خاصين بمتابعين انستجرام، وكمان متوفر متابعين مصريين وعرب. تمام. ده كان كل الموضوع. ما تنساش ان انت تتواصل على الرقم ده عشان تفهم الموضوع اكتر وتفهم الاسعار اكتر. برضو الانستجرام موجود لحل اي مشكله. ممكن تيجي هنا على الوصف بتاع الفيديو هتلاقي انستجرام بتاعي هنا. ده توضيح للناس، وبرضو ده الاعلانات لو انت حابب تعمل اعلان على القناه. تمام. عشان ناس كتير جدا سالتني مفيش طريقه للتواصل معاك، وفعليا والله اهو طريقه اهي زي ما انت شايف قدامك، يمكن انت بس اللي ما بتاخدش بالك. وبالتوفيق للجميع، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقه دي. وكمان هنزل لكم برنامج جامد جدا وحل مشكله الحظر الخاصه بتوب فولو وتوضيح اكتر عن البرنامج. ان شاء الله تابعوا القناه، وبالتوفيق للجميع. وبس شباب، دي كانت نهايه فيديو النهارده. اتمنى تكونوا استفدت من الفيديو. ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.